ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لو اول مره بتشوفيني، انا اسمي امل. اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان اول ما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار. ويلا بينا بقى نبدا الفيديو. النهارده هنعمل بقى صينيه جلاش باللحمه المفرومه. يعني انتوا شايفين، أنا مش هتكلم، شايفين شكلها عامل ازاي؟ طعمها تحفه. اول حاجه هنا هجهز معايا اللحمه المفرومه اللي هي اللحمه العصاج، يعني اللي هنشتغل بيها. حطيت هنا كده معلقتين سمنه، سيحتهم على النار، وبعد كده حطيت اللحمه المفرومه. هشوح اللحمه المفرومه كويس لحد ما كلها لونها يتغير. ما تقلقوش خالص من كمية الدهون والسوائل دي، هي في الاخر خالص اللحمة بتشربها وما بتبقاش موجودة تماما. هنا بقى حطيت بصلتين مفرومين ناعم، بفرمهم في الكبة، وبرضو هشوحهم مع اللحمة. هحط بقى البهارات اللي هستعملها يعني في الوصفة دي. هي فلفل اسمر، وهحط كمان ملح. هقلبهم كده مع بعض تاني. انا هنا ما كنتش مهديه النار، يعني النار هنا كانت عالية، فانا كنت كل شوية بقلبها علشان بس ما تتلسعش او تاخد لون من جنب وجنب التاني. لأ، بصوا هنا لو تلاحظوا ان هي بدأت تشرب السوائل والدهون اللي كانت تحت. هنا كده خلاص كانت اتعملت. يعني انا ما حطيتش اي بهارات، انا حطيت ملح وفلفل اسمر بس. وممكن تحطوا 7 بهارات، ممكن تحطوا جوز الطيب، اي نوع بهارات عندكم حابين تحطوه على اللحمة المفرومة حطوه. هجيب بقى هنا الجلاش وهجيب الصينية اللي هشتغل فيها. هدهنها الاول بس كده دهنة سمنة محترمة علشان الجلاش اول طبقة يعني ما تتلسعش او تتحرق في الفرن. هجيب بقى اول طبقة كده. عايزة اقول لكم حاجة، الجلاش يعني لو اتقطع معاكم وانتوا بتحطوه، لو في حتت متقطعة، في حتت صغيرة وحتت كبيرة، كل ده ما بيبانش اصلا في الاخر. يعني بيبقى كله طبقات متساوية، ما بيبانش ان في قطعة متقطعة وقطعة لأ. فعادي كملوا شغل، ما تقلقوش. انا هنا حطيت حوالي 3 ورقات، وبعدين دهنتهم دهنة كويسة كده من السمنة، وبعدين حطيت بقية الطبقات. يعني بصوا انتوا تحسوا ان الورق يعني مش متساوي، و من الجناب طالع كده، كل الكلام ده ولا هيبان في الاخر. يعني انتوا شفتوا صورته في اول الفيديو، مش هيبان خالص، لان طبعا الدهون اللي بتبقى في اللحمة المفرومة والسمنة اللي احنا بندهن بيها بين الطبقات دي كلها بتخلي الورق طري وبيبقى متماسك في بعضه، يعني مش بيبقى باين خالص اي حاجة. هنا برضو حطيت طبقتين تاني، وبعدين هدهن السمنة. هحط بقى اللحمة المفرومة، انا مش هحط الكمية دي كلها، وهتشوفوا برضو في الاخر يعني هتشوفوا ان هو مش هيكون مثلا فاضي من جوه او مفهوش لحمة. لا خالص، انا هفتحه لكم من جوه هتشوفوا كمية اللحمة اللي فيه قد ايه. انا محطتش الكمية كلها لان هي هتبقى كتير قوي وهتقع منك، يعني وانتي بتقطعيه وانتي بتقدميه، يعني وانتي بتشيليه من الصينية عشان تحطيه في طبق، هتلاقي اللحمة المفرومة عمالة تقع منك. لكن لما تحطوا كمية كده معتدلة، يعني مش كتير قوي، هيبقى كميتها كويسة. يعني انتوا برضو بالنظر كده هتبقوا عارفين هتحطوا قد ايه. يعني ممكن تعصجي لحمة مفرومة وتطلع معاكي كتير، فمش هتحتاجي تحطيها كلها، يعني هتبقى كتير. فانتي بالنظر كده وانتي بتحطيها هتبقي عارفة هتحتاجي لحمة قد ايه. انا بحط طبقتين من الورق الجلاش يعني، وبعدين بدهن
سمنة كده، اداني شوية سمنة كويسين علشان ميطلعش ناشف من جوه يعني، هو اهم حاجة ان هو من جوه يبقى طري ومورق، ومن برا بقى هو اللي يكون مقرمش وكده. حطيت اخر طبقة هنا، وبعدين برضو دهنتها سمنة. هنا بقى يعني انا بقطع الجلاش قبل ما ادخله الفرن، هو المفروض اصلا يتقطع قبل ما تدخليه الفرن علشان لما تطلعيه الفرن هيبقى ناشف مش هتعرفي تقطعيه. انا وقفت بس الفيديو هنا وقطعته لان طريقته يعني اصعب مرحلة فيه التقطيع ده، لانه ممكن الورق يتبهدل منك فتخلي بالك يعني. هنا بقى قطعته، وهجيب بقى كوباية اللبن اللي بحطها فوق الوش. انا ما بحطش بيض يا جماعة، زي ما قلتلكوا قبل كده اي حاجة بيتحط لها بيض وينفع ان احنا نستغنى عن البيض فيها يعني بستغنى عنه على طول، لاني بخاف قوي من زفارة البيض وكده. فانا حطيت كوباية لبن عليها رشة ملح ورشة فلفل ورشة بابريكا، بس علشان يدي الوش لون محمر كده في الاخر. ما بحطش البيض، والله ما في اي فرق ولا في اختلاف يعني، كون ان انا شلت البيضة ده ما فرقش خالص، ولا بوظلي الوصفة ولا عمل اي حاجة خالص يعني، هي نفس النتيجة، بس ما فيش طعم بيض او ما فيش زفارة البيض اللي بتحسيها في الجلاش دي خالص بقى. جربوها بالطريقة دي هتعجبكوا قوي، مش لازم تحطوا بيض في اللبن. دخلتها بقى فرن سخن على درجة حرارة 180، وبعدين طلعتها. يعني زي ما انتوا شايفين كده انا بسجل لكم الصوت وانا صايمة ومش قادرة اقول لكم بقى، يعني الشكل جوعني والله. هعيد بس كده على التقطيع اللي انا كنت مقطعاه تاني علشان وانا بطلعها يعني في الطبق وكده ما تتبهدلش معايا. بصوا بقى الحلاوة والجمال، يعني مش قادرة اقول لكم بجد، يعني هو طري من جوه ومقرمش من بره، وزي ما انتوا شفتوا كده اللحمة المفرومة مش قليلة يعني، زي ما قلت لكم في اول الفيديو هي كميتها كانت كويسة قوي. ده شكله بقى، ويعني عايزة اقول لكم طعمه تحفة، والله طعمه تحفة. بصوا اللحمة المفرومة، بصوا مش قليلة خالص، يعني هي طبقة كويسة في نفس الوقت، وانتي بتاكليها مش هتلاقي بقى اللحمة المفرومة عمالة تقع منك وكده يعني. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وما تنسيش تحطيلي لايك، وباي باي.